نسقسيك سؤال بسيط. سيلي اختي سقسي. هل سمعت يوما من الأيام لاجئين في العالم مسلحين؟ يا تفضل. لاجئ مسلح ما سمعتهاش، ما يهضروش. وعلاه حنا تسمونا لاجئين؟ عمرك سمعت لاجئ عنده سلاح وعنده رئيس وعنده جيش؟ هذه ما هي خالقه. يعني انتم جندتونا وسلحتونا وركبتوا فينا كي نقولوا العداوه والكره اتجاه المغرب. يعني انتم يعني تستغلوا فينا وتبيعونا الوهم كلش لان تضربوا بينا احنا المغرب. هذه الحقيقه المره اللي فطنت بها مؤخرا، وعرفت باننا مستعملين من طرف نظامكم العسكري فقط. لان لو كنا لاجئين كباقي الناس في العالم لاجئين، ما يكون عندنا سلاح، ما يكون عندنا جيش، ما يكون عندنا رئيس، ما يكون عندنا ياسر من الامور في المخيم. لا يكذبون عنا. انتم لاجئين، احنا منا لاجئين، احنا محتجزين يا عباد الله. هذه لازم تعرفوا. واحنا مسيريننا عصابه ارهابيه داخل المخيمات بقياده العسكر الجزائري، هو اللي نظمهم، هو اللي مدلهم التعليمات. هذه هي الحقيقه، خلصت الحكايه.